السلام عليكم، مساء الفل يا جدعان، ومساء رايق قوي قوي بالطعم الاوروبي من مدينه باتومي في جورجيا. عملت رحله استكشافيه جامده جدا الصبح، لو ما اتفرجتش عليها لازم ضروري تتفرجوا عليها. بعد ما خلصت الرحله الاستكشافيه بتاعتي رحت الهوستل، نمت 5 ساعات بحالهم لان كنت جاي قبليها من طريق سفر بالقطر حوالي 5 ساعات، وقبليها ما كنتش نايم كويس، فعوضنا كل ده ونزلنا تاني بالليل مليانين طاقه مليانين حماس للاستكشاف. عنده فضول كده اشوف البلد فيها ايه بالليل. انطباعي المبدئي من قبل ما اتحرك، من قبل ما اعمل اي حاجه، انا شايف ان باتومي حيه جدا اكتر من تبليسي، خصوصا في الليل. هنمشي نشوف الشوارع، نشوف الناس، هنشوف الجو العام عامل ايه. خليكم معايا. الواد ده ولا البنت دي بيعمل حاجات خطيره جدا. الاجواء هنا رايقه قوي، والنافوره دي اللي اتحركنا من عندها الصبح، شايفين المباني شكلها عامل ازاي، والهوستل بتاعي حرفيا قبل المبنى ده، فالدنيا قريبه، وواخد هوستل كويس جدا ورخيص جدا الحمد لله. ان شاء الله بعمل لكم فيديو عنه كده برضو. والله احساس جميل يا جماعه، الناس كلها كبار واطفال بيلعبوا، والدنيا تمام قوي. تمام. المكان اللي احنا فيه خلينا ممكن نستكشف العربيات اللي موجوده دي، نشوف بيبيعوا ايه، بيعملوا ايه، فارشين ايه بالظبط. ممكن نبدا كده باول عربيه، وغالبا بتبيع زي ميداليات كده ولا سلاسل، حاجات اللي هي اللي بيسموها مش عارف ايه كده، اللي هي بتنور دي. والراجل ده ما اعرفش بيبيع ايه، يعني عليه زحمه فمش عايز اعدي عليه. ده تقريبا ده نوع حلويات عندهم، بس انا مش عايز اجربه الصراحه. ودي بتبيع اكسسوارز كده، وهو انتيكات اعتقد، وحاجه زي كده برضو. ده زي سوفونيرز، عايزين نبقى نجيب منها اي حاجه. وده شكل كتب، معرفش ايه ده، زي مشاية او سجادة، انا مش عارف، بس اوكي. اعتقد هنا بيبيعوا فضة والحاجات دي. هنا سوفونيرز تاني، عايز ابقى اجيب اي علم من دول. وايه ده، عاملة زي علبة الكبريت ولا غريبة اوي، مش عارف ايه ده. علبة كبريت، يعني انت تشتري دي وتجيب كبريت مخصوص وتفضيه فيها عشان يبقى بس معاك الحوار ده. ماشي مكملين. هنا بيبيعوا برضو اكسسوارز، حاجات حريمي يعني. اخر محل هنا بيبيع هدوم، غالبا كل التيشيرتات اللي هنا مرسوم عليها يدوي. انا شفت الست دي كانت بترسم عليهم الصبح، وكان الست دي فنانه بصراحه، يعني بتبص عليها تفكر التيشيرت مطبوع. فغير العربيات دي في هنا زي كافيه او مطعم كده، مش عارف اسمه كنت او حاجه كده، فله قاعده رايقه قوي على الحديقه على النافوره، ومعرفش مطعم او كافيه، غالبا الاثنين. وشايف هنا في ناس عرب قاعدين، فبنسبه كبيره بيقدموا اكل حلال عادي. خلينا نبقى نجربه ان شاء الله، بس في وقت ثاني. من ضمن المعالم هنا يا جماعه في التمثال ده، حاسس ان هو شبه تمثال مزر في جورجيا، بس بدل ما هي ماسكه سيف ماسكه اسد. مش عارف ده حقيقي فعلا ولا لا.
ده كان فيديو سريع كده يا جدعان، اتمنى يكون عجبكم. ده شكل الحياه بالليل، العيشه بالليل في باتومي، جو الاحتفالات. كان عند منطقه معينه اللي هي تمثال علي ونينو، وعند اللي هو برج الحروف ده. ان شاء الله بكره عندنا انشطه كتير هنعملها. نحاول نروح نطلع فوق عند البرج بتاع الحروف ده، نشوف الكافيه اللي هناك فوق عامل ازاي، ونحاول نقعد كده ونجيب المنظر الرايق من فوق، ونروح اماكن كتيره. هنشوف ايه الاكتيفيتي اللي ممكن نعملها تاني. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا هنا خلاص قدام الهوستل بتاعي، خلينا اديكم نظره عنه كده، وبهنا هنهي الفيديو بتاعي ان شاء الله. شايفين المكان الرايق ده؟ لا مش هو ده الهوستل، ولا هو ده. شايفين الباب اللي في النص ده؟ بيدخل على سلم ضلمه جدا جدا. انت لو اتكلمت جوه اصلا بيكون في صدى صوت. فالمكان مخيف جدا، بس الصراحه الهوستل حلو وبيبص من هنا. يعني انا لو قعدت في التراس بتاع الهوستل بقدر ابص من هنا. خليني اوريكم. اقدر ابص من هنا وابقى شايف الدنيا، واهم حاجه انه هو قريب. قدامي هنا كازينو بلا اي هدف، معرفش ليه. وبس كده يا جدعان، مجهد جدا. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، تدوني رايكم في كومنت. دي ازازه ميه هطلع اسكر بيها فوق، واشوفكم على خير. استنوا مني الفيديو الجاي. سلام.